تعالوا النهاردة هنعمل شوكولاتة باونتي في البيت. طعمها جميل جدا، الأطفال كلهم بيحبوها. جربوها الطريقة دي هتعجبكم أوي. أول حاجة نجيب كوبايتين جوز هند يكون مبشور ناعم، وبعد كده نجيب لبن محلى مكثف وهنحط عليه حبة بحبة كده ونقلبه لحد ما ياخد قوام، ما يبقاش اللبن كتير جدا عليه أو الجوز الهند كتير. نبدأ نقلبه كده لحد ما يتشكل معانا، يبقى زي العجينة كده. لازم نعجنه كويس جدا، نقلب فيه كويس جدا، ممكن بإيدينا نعجنه ونقلب فيه كويس جدا أو بالمعلقة زي ما أنا بقلبه كده. كل ما يعوز شوية لبن محلى مكثف نحط عليه شوية لحد ما يظبط معانا القوام. نبدأ بقى نشكله بإيدينا كده، هيتشكل معانا بكل سهولة. نرصه بقى في أي طبق ونحطه في الفريزر لمدة نص ساعة يجمد شوية قبل ما نسيح الشوكولاتة. هنجيب 200 جرام شوكولاتة، أي نوع شوكولاتة مش هتفرق، ونبدأ نسيحها. بعد ما نسيحها نبدأ نطلعه بقى من الفريزر، هيكون جامد كده ومسك نفسه بقى كويس. نبدأ بقى نحطه في الشوكولاتة السايحة، نغطيه كويس جدا بالشوكولاتة، ونبدأ بقى نرصه في طبق ونحطه تاني في الفريزر يجمد. بعد نص ساعة ما تطلعوه هيكون جمد والشوكولاتة جمدت وهيبقى طعمه تحفة خرافة. جربوه، يا رب الوصفة تكون عجبتكم.